السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم كما كتشوفوا غادي نعطيكم الطريقه ديال الخبز ديال تاكوس بواحد الطريقه ناجحه 100% وبدون خميره ان شاء الله. وغادي نعطيكم العبار ديالو مضبوط 100% بالكؤوس ان شاء الله. وهنا عندنا العجينه اللي غادي نحتاج فيها هما 6 ديال الكؤوس ديال الدقيق. هنا راه عبرت الربعه الاولين، عاد غنزيد هادوك 2 كؤوس الاخرين، وعندي شويه الملحه و2 معالق ديال الزيت، وغناخذ واحد 2 كيسان ديال الماء اللي غيكون سخون. المهم البنات ضروري ان الماء يكون سخون واحد شويه، ما يكونش دافي صافي. وغادي نعجن هذيك العجينه ديالي كما كتشوفوا. غادي نحاول انني نديرها على سطح العمل باش غادي ندلكها مزيان وصافي. ضروري البنات من الدليك باش نحصلوا على واحد العجينه تكون رطبه وتساعدنا في الخدمه. صراحه هاد الطريقه ديال العجينه اللي عطيتكم راها مضبوطه 100% وناجحه 1,000,000% ان شاء الله، وغتنجح معكم من اول مره كتستعملوها. وصافي هنايا البنات راني دلكت العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا، حتى غنحصل على واحد العجينه اللي غتكون رطبه صافي. البنات باش غادي ندوزو باش غادي نشكلوهم على شكل كويرات صغار هنا كما كتشوفوا صافي. غادي نحاول انني نشكل على هذا الشكل باش نقطعها بالقطاعه باش تسهل عليا باش نكورها على شكل كويرات ويجيوني حتى متساويين في الحجم، يجيوني قد ماشي صافي. غادي نشكلها على شكل كويرات كما كتشوفوا. هنا كتشوفوا العجينه الصراحه كتجي رطبه وصافي. البنات ضروري غادي نجيب الدقيق باش غادي نرشو، حيت ضروري خصنا في هذه المرحله الدقيق صافي. غادي نشكل هذوك الكويرات ديالي كاملين وصافي. غادي نجيب الدقيق باش غادي نرشو، ضروري باش غادي نجيب المدلك باش غادي نبدا نطلق في العجينه ديالي صافي. هنا البنات كنحاول انني نديرهم يكونوا متساويين صافي، وغادي ندير لهم الدقيق صافي. ضروري البنات نغطيوهم بواحد البلاستيكه باش ما تبقاش ورش لينا العجينه، باش منين نبغيو نطلقوهم بالمدلك ما تعذبناش. المهم صافي هنايا البنات غادي نغطيهم بالبلاستيكه باش غادي ندوزو باش غادي نبداو باش نورقوا فيهم صافي. البنات هنا غادي نجيب المدلك ديالي صافي، غادي نبدا باول وحده، غادي نطلقها مزيان. البنات خصنا في هذه المرحله نطلقوها مزيان حتى تولي رقيقه، ما نخليوهاش غليظه صافي. هنا البنات غادي نورقها مزيان، وضروري البنات نديروا الدقيق، ضروري من الدقيق وصافي. هنا راه غادي نورقها مزيان كما كتشوفوا على هذا الشكل صافي. غادي نرشها بالدقيق وغادي نحطها على جنب باش نطلق الثانيه وصافي. غادي نطلقها حتى هي بنفس الطريقه رقيقه بزاف صافي. وهكاك غادي نكمل هذيك العجينه ديالي كامله صافي. البنات هنا مني غادي نبدا ندير فيهم، ندير وحده فوق وحده، ضروري نرش بيناتهم الدقيق باش ما يلصقوش لينا مع بعضياتهم. تقدروا هادشي البنات دير هاد الطريقه، تقدروا ديروا الطريقه اخرى انكم تورقوا بجوج وطيبوا بجوج. هي كتطلب انك تطفي المقله حتى تورقي الاخرين، فهمتي؟ هاد الطريقه انا كتجيني اسهل طريقه، حتى كنورقهم كاملين عاد كنبدا نطيب فيهم. وكما كتشوفوا راه الورقه كتطلق معنا بسهوله، والسر ديالها هو هذاك الماء طيب. ضروري البنات الماء يكون طيب، ما يكونش طيب بزاف حتى كيوصل كي الغليان، ولكن مهم يكون طيب حتى يقرب يغلى لينا الماء. هذاك هو السر ديال هاد العجينه. وحتى في الطريقه ديال الطياب ديالها كيبداو كيتنفخوا معنا بلا خميره بلا والو. غادي تشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم كيفاش كيتنفخوا. الصراحه ما كنديرش فيهم لا خميره ديال الدار لا خميره ديال
الحلوى. صافي هنا البنات راني غادي نوريكم كاملين بنفس الطريقه باش غادي ندوزو باش غادي نبداو نطيبوا فيهم. المهم بالنسبه للطياب ضروري اننا نسخنوا المقله مزيان صافي، وكنخلي العافيه ديالها متوسطه صافي، عاد كنبدا كنطيب فيهم. غير خليكم مع الفيديو البنات باش تشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالهم. وفي نفس الوقت البنات غادي نشارك معكم واحد الحشوه اقتصاديه اللي غنعمر بها. وصافي البنات هنا بعد ما كملت هذيك العجينه ديالي كامله في التوراق غادي ندير المقله ديالي كتسخن صافي باش غادي نبدا نطيب فيهم. صافي غادي ندير اول وحده كما كتشوفوا هنا، راه كنقص عليهم بوطه وكنخليها حتى كتبدا دير هذوك الفقاعات، عاد كنقلبها. ضروري البنات نخليوها حتى تبدا دير لنا دوك الفقاعات، عاد نقلبها باش كتنفخ. صافي هنا كما كتشوفوا هنايا راه العجينه ديالي تنفخات. وصافي غادي نبدا تاني في الثانيه. ضروري البنات خصنا نمسحوا ما بين وحده وحده، نمسحوا المقله مزيان عاد نديروا الاخرى. وصافي هنا كما كتشوفوا راه بدات شي العجينه ديالي كتنفخ. ضروري البنات الا تنفخات معكم العجينه كتعرفوا باللي الورقه ديالكم ناجحه. وصافي هنا البنات كنحاولوا اننا ما نخليوهاش بزاف فوق البوطه باش ما تقصحش معنا العجينه. صافي غير كتشوفيها كتنفخ في الاول صافي كنقلبها بالزربه باش تعاود تنفخ تاني من الجهه الثانيه. صافي كما كتشوفوا على هذا الشكل صافي. وكنحاول انني ندير ليها واحد البلاستيكه وزيف باش نغطيهم وندير وحده فوق وحده صافي باش تبقى العجينه ديالنا رطبه ما تقشورش لينا من نبغيو نجيو. وصافي هنا كما كتشوفوا العجينه ديالي كامله تبارك الله كتنفخ بدون خميره. الصراحه بلا خميره ما كنديرش فيهم انا كاع الخميره وكتنفخ العجينه. وكنمسحوا المقله ضروري ما بين وحده وحده. ملي كنبغيو نرميو الاخرى ضروري كنمسح المقله باش ما يبقاش لينا داك الدقيق اللي كيبقى كيتحمر فيها ما يلصقش لينا في الخبيزه الاخرى وتجينا بحال مسخه بهذاك الدقيق. صافي هنا البنات راني كملتهم كما كتشوفوا. صافي كنوريكم هنا بلي العجينه ديالي كتجي رطبه الصراحه وكتجي غزاله ناجحه 100%. وفي نفس الوقت البنات غادي نعمرهم معاكم باش تشوفوا كيفاش تيجيو في الاخير. مهم غادي ندير هنايا غير واحد شويه ديال لاصوص اللي خاصه بالطاكوس. صافي هنا البنات قليت واحد شويه بطاطا غادي نديرها في الاول وغادي ندير فيهم غير الطون. هنا البنات راني بغيت غير نجربهم معكم باش تشوفوا الشكل ديال الورقه كيفاش كتطوى ما تعذبنا ما والو. المهم انا درت هنا شويه الطون اللي قطعت فيه واحد شويه البصله رقيقه بزاف. تقدروا انكم ديروا صدر ديال الدجاج تشحروه في البصله حتى هو كيجي احسن. صافي البنات وكندير واحد قطعه من داك الفرماج صافي وكنطوي الخبيزات ديالي على هذا الشكل كما كتشوفوا راه كتطوى. الصراحه العجينه بكل سهوله ما كتقطع ما والو صراحه. غير جربوها الطريقه ديال العجينه صراحه ناجحه 100%. وبالنسبه للبنات اللي غيبغيو يديروا كميه كبيره ديروها وتحتفظوا بها في المجمد. بالنسبه للاحتفاظ ديالها كنشكلهم غير على شكل رولي، كنروليها على شكل رولي صافي وكنديرها في البلاستيكات، كندير وحده فوق وحده وكنحطها في المجمد. صراحه كتبقى هي ما كيوقع لها والو بالتجربه. وقت ما كتبغيو تجبدوهم كتجبدوهم تخليوهم تقريبا واحد ربع ساعه حتى يطلقوا، عاد كتعمري فيهم كما بغيتي انت. وصافي هنا البنات راني غادي نكمل معكم هذوك الخبيزات كاملين في التعمار كما كتشوفوا. صافي غادي نعمرهم كاملين وغادي باش غادي ندوز باش غادي نديرهم في البريصه باش يتبريصاو وباش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. صراحه كيجيو غزالين. وهنا راه كما قلت لكم العماره على حساب اللي متوفر عندكم واللي بغيتو نتوما تقدروا تعمروا به. وكنتمنى البنات يعجبكم الفيديو
وما تنسونيش بلي لايك ديالكم. وبالنسبه للناس الجداد اللي دخلوا على القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، غير ما تنساوش زر الاشتراك على القناه باش ديما يوصلكم الجديد. وصافي هنا البنات غادي نكملتهم، غادي نديهم بريسا باش يتبريساو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشاهدوا لي الفيديو حتى الاخير، وما تنسونيش بلي لايكات ديالكم. ومن هنا كنقول لكم بالصحه والراحه، وما تنساوش تخليو لي شي كومونتير زوين، ومع السلامه.